بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عصام بدر وحلقة جديدة من برنامج استوديو ميت اب. انتهى منذ قليل لقاء نادي الزمالك ونادي سموحة بفوز نادي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين. طيب، الشكل العام أو على المستوى الفني لعيبة نادي الزمالك النهاردة، نادي الزمالك يمكن الأداء كان أحسن، ويمكن كان على فترات أداء جيد. طبعا شدنا قبل كده باللعيبة وما زلنا بنشيد باللعيبة. في لعيبة يمكن عايزة تعمل حاجة، عايزة تثبت نفسها في الملعب اللي بيسيروا. يمكن على رأس اللعيبة اللي هي الكبيرة أو اللعيبة اللي هي لا غنى عنها في نادي الزمالك، طبعا عبد الله السعيد حدث ولا حرج. النهارده لما نشوف ارقام عبد الله السعيد في المباراه، ارقام كبيره جدا. لما نشوف الاداء اللي بيعمله عبد الله السعيد في المباراه رغم اصابته، طبعا ارقام واداء كبير، اداء كبير جدا جدا جدا. يمكن في غموض على احمد سيد زيزو، مستواه بعيد جدا عن نادي الزمالك، يمكن بقاله لقاءين. واحنا هنا يا جماعه لما بيكون اللاعب كويس بنشيد باللاعب، اللاعب لما بيعمل حاجه ايجابيه بنشيد بيه، بندي اللاعب حقه، بنتكلم على اللاعب كويس. لما بيكون اللاعب بيعمل حاجة سلبية طبعا لازم ننتقد، لأن جزء من متعة كرة القدم اللي انت تنتقد اللاعب. طبعا بالنسبة للزمالك وجمهور نادي الزمالك ما عندوش حاجة اسمها ان انا اطلع امدح في اللاعب باستمرار. ممكن يكون اللاعب اداؤه وحش، ده مش عند جمهور نادي الزمالك او مش عند الأغلبية من بعض جماهير نادي الزمالك. النهارده يمكن عبد الله السعيد حدث ولا حرج. عبد الله السعيد كل مدى او كل لقاء بيثبت ان السن ليس له علاقه بكره القدم. عبد الله السعيد بيقدم يمكن يعني حاجه داخل الملعب، مستوى رائع جدا جدا جدا. النهارده كمان بنشوف مصطفى شلبي بيعمل طبعا اسيست اللاعب الجون اللي احرزه لاعب سموحه في نفسه. بنشوف ايضا زيزو بيعمل اسيست لمصطفى شلبي، بيحرز هدف. طبعا بيروح يعني الاحتفال اللي عمله النهارده بيعتذر لجمهور نادي الزمالك وبيعتذر لنادي الزمالك عما بدر منه بعد لقاء مودرن سبورت السابق في كاس مصر ايضا. اللي هو يمكن بعد ما اتبدل يعني كان غاضب وتكلم بشكل وحش مع بيسيرو. يمكن كمان بيسيرو كان استبعده من لقاء القمة اللي انسحب فيه النادي الأهلي أمام نادي الزمالك. طيب النهارده كمان خليني أكلمك عن سيف فاروق جعفر. يمكن عبد الله السعيد كان اتصاب وعنده إصابة في الركبة، وبالمناسبة يا جماعة هي إصابة مش مقلقة. يمكن الدكتور محمد أسامة طمنا على عبد الله السعيد بشكل كبير، وقال هي الإصابة كلها تحتاج لوقت بسيط جدا. وقال كمان ان الإصابة مش محتاجة الأشعة، يعني مش محتاجة إن هو يعمل أشعة، هي كدمة بسيطة في الركبة. وإن شاء الله يمكن اللقاء القادم أو ما بعد القادم يمكن يبقى موجود عبد الله السعيد بشكل كبير مع نادي الزمالك. خليني كمان أكلمك النهاردة عن محمود بن طايق. بن طايق من أحد مكاسب نادي الزمالك، ويمكن بنسبة كبيرة جدا محمود بن طايق كمان لما نادي الزمالك فعل بند الشراء بتاعه، طبعا اللاعب كمان هيدي بارتياحية. محمود بن طايق النهارده احرز هدف عالمي. محمود بن طايق شات شوطه النهارده اللي احرز منها الهدف الثالث. هدف لا احسن ولا اروع. طبعا الكوره طبعا صاروخ اتشاطت اللي تسكن شباك الهاني سموحه. وطبعا خليني اقول لحضرتك كمان اللي بن طايق من اللعيبه اللي هي يتبني عليها خطه في نادي الزمالك، من اللعيبه اللي انت تحط بن طايق وتبني عليه. بن طايق كمان كان في صداع قبل تفعيل بند الشراء، صداع ان الاهلي بيفاوضوا انديه تانية بتفاوضوا سانت اتيان. كما يقال سانت اتيان كان عايز يقطع الاعاره بتاعته ويرجع محمود بن طايق، كل الكلام ده يعني طبعا بن طايق مكسب كبير لنادي الزمالك، ولاعب مهم جدا جدا، ولاعب مربح ومثمر في نادي الزمالك. وطبعا مبروك تفعيل بند شراء محمود بن طايق، وخلاص اصبح رسميا لاعب في نادي الزمالك. خليني كمان اكلمك عن محمد صبحي. النهارده محمد صبحي بيشيل كام كوره اجوان مؤثره. محمد صبحي يا جماعه من حراس المرمى اللي هم المميزين في مصر، من حراس رغم ان هو قصير القامه. يعني محمد صبحي مش حارس طويل مثلا زي احمد الشناوي، زي محمد ابو جبل، زي محمد الشناوي حارس النادي الاهلي، لا اقصر منهم، بس رغم ذلك يمتلك مهاره عاليه جدا، او يمتلك موهبه عاليه جدا. محمد صبحي النهارده يمكن تاني لقاء ليه على التوالي باستثناء لقاء القمة اللي كان هيقف فيه محمد عواد، وطبعا اللقاء اللي انسحب فيه الأهلي وما اكتملش. النهارده محمد صبحي بينقذ في أول المباراة
كرة من محمد سالم خطيرة. بداية الشوط الثاني محمد صبحي برضو بينقذ كرة خطيرة أيضا من محمد سالم. محمد سالم كان مزعج النهاردة في سموحة. عندنا يعني محمد صبحي لا لاعب مميز، لاعب يمتلك موهبة كبيرة جدا. يعني أتمنى تعديل عقد محمد صبحي. وهنا مش معنى اللي أنا بقول أتمنى تعديل عقد محمد صبحي يبقى اللي خلاص مش عشان اللاعب ظهر حلو أنا هديله مبالغ كبيرة أو هكلف خزنة النادي مبالغ كبيرة. لا، إحقاقا للحق محمد صبحي قلنا يمتلك موهبة كبيرة، ويمكن محمد صبحي يعني فاضل له الموسم القادم في عقده هيخلص. فالطبيعي انا لازم احافظ على قوام الفريق بتاعي. مش معنى ذلك ان اللاعب مثلا يقول لي 50 مليون و40 مليون، لا، بس يبقى في تقدير من إدارة النادي للمحافظة على اللاعب. ليه؟ لأن أنت يعني الحراس بالذات أنت بتبني عليهم. يعني كلنا شفنا لقاء مودرن سبورت، شفنا محمد صبحي كان عامل فيه ايه. كان حارس ما شاء الله عليه عملاق، انقذ نادي الزمالك من الهزيمه امام مودرن سبورت قولا واحدا. انقذ نادي الزمالك من الهزيمه امام مودرن سبورت. النهارده نفس النظام. محمد صبحي يعني بيشيل كورتين او 3 كور النهارده مؤثرين في سموحه. فطبعا ان شاء الله نادي الزمالك يقدر يحافظ على لعيبته ويبقى بشكل احسن. طيب خليني بقى اكلمك على الاهداف اللي هي دخلت في نادي الزمالك. النهارده نادي الزمالك فيه هدفين دخلوا فيه وكلهم من اخطاء دفاعيه. طيب واحده واحده كده هنتكلم في الاخطاء الدفاعيه دي. لما اكون انا بلعب ب3 مدافعين، اما يكون نادي الزمالك بيلعب ب3 مدافعين ويخش فيه الهدفين اللي هم دخلوا بالشكل ده، يبقى كده في أزمة كبيرة جدا 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 بين اللعيبة والخطوط الدفاعية بتاعته. دي طبعا حاجة لازم يشتغل عليها جوزيه بيسيرو في الفترة القادمة. النهاردة لما نبص للهدف الأول، يمكن مدافع سموحة اللي أحرز الهدف الأول، الكرة بترتطم من دفاع نادي الزمالك، بتيجي بتوصل للاعب سموحة امام منطقة الجزاء او امام منطقة ال18، بيشوط الكورة طبعا صاروخ. طبعا الهدف لا يسأل عنه محمد صبحي بنسبة كبيرة. طبعا ليه؟ لان اللاعب واقف فاضي، اللاعب الكرة جات له ومفيش حتى من الناس اللي في نص الملعب ضغط عليه. مفيش حد طلع ضغط على اللاعب او مدافع سموحة عشان يقدر يقطع الكرة منه ما تتحولش الهدف الاول. لما نبص لوقت الهدف هنلاقي لعيبه نادي الزمالك كلها جوه ال18، محدش ماسك حد، مفيش خطوره، مفيش حد بيقطع الكوره. بالدليل ان الكوره وصلت لمدافع سموحه وهو واقف فاضي جدا جدا جدا، وشاط الكوره كمان باريحيه جدا جدا. طيب الهدف الثاني، يمكن الكوره كانت معموله ركنيه ارتطمت من دفاع نادي الزمالك، ايضا جت اللاعب عبد الرحمن عامر اللاعب سموحه. عبد الرحمن عامر يمكن عمل الكرة اوفر داخل منطقة الجزاء، طلع على الكرة محمد سالم تعامل معاها بالرأس واحرز الهدف الثاني. طيب انا عندي يا جماعة 3 مدافعين، ازاي محمد سالم بيطلع بيتعامل مع الكرة وبيدي الكرة بالهيد يسكنها في الشباك بالطريقة دي؟ يعني انا عندي حسام عبد المجيد طويل القامة، عندي الونش الى حد ما برضو يعني طوله كويس، عندي صلاح الدين مصدق ايضا طويل القامة. ال3 مدافعين دول الكرة تعدي منهم؟ يعني يطلع محمد سالم من وسط الونش وحسام عبد المجيد، او من وسط الونش وصلاح الدين مصدق، ويحرز الكرة هدف بالشكل ده؟ يعني رغم ان الزمالك النهارده كان مستواه عالي جدا طبعا، ويمكن الماتش كمان خلص بنتيجة كبيرة 4، بس يا جماعة الاهداف دي ما تخشش في نادي الزمالك. هي ايه سمات الفرق الكبيرة؟ ان انا ببني الهجمة صح وان انا بدافع صح. انا النهارده كسبان 4 بس داخل فيا هدفين ما يخشوش في نادي الزمالك. عندي اخطاء دفاعيه كبيره، يعني عندي اخطاء دفاعيه كبيره. انا برضو ليه مركز على الاخطاء الدفاعيه؟ لان انا دخل فيا هدفين ما يخشوش في نادي الزمالك. الاخطاء الفجه دي ما تنفعش في نادي الزمالك. طبعا لازم جوزيه بيسيرو لازم يشتغل على الاخطاء الكبيره دي. لازم يبقى في كده تمرينه للعيبه او تبديله للعيبه اللي هم يتعاملوا في الاخطاء الدفاعيه دي ازاي. النهارده المدافعين ال3 مدافعين بتوع نادي الزمالك النهارده يا جماعه مشكله كبيره، مشكله. يعني انت حضرتك مش مدرك حجم الهدفين اللي دخلوا في نادي الزمالك عاملين ازاي. الفرق الكبيره هي اللي بتحافظ. يمكن النهارده يعني اللقاء الحمد لله ربنا كرم فيه،
واهداف نادي الزمالك، يمكن الهدف الثاني كان في الدقيقه 61 والهدف الثالث كان في الدقيقه 63. قدر ان نادي الزمالك يرجع بسرعه ويسيطر على اللقاء مره اخرى. طبعا عشان ما نكررش السيناريو مودرن سبورت، ان نادي الزمالك يبقى متقدم من اول الشوط وبعد كده يتعادل، بعد كده يوصل لوقت اضافي، يعني حاجات نادي الزمالك يتفادى الحاجات دي. او طبعا نادي الزمالك عليه ان هو يتفادى مفاجآت كاس مصر زي ما بيقولوا. وبرضو عندنا حاجة كمان، لعيبة نادي الزمالك من بداية اللقاء بتحرز الهدف الأول، واللعيبة بتلعب بارتياحية جامدة. بتحس اللعيبة بتحسسني ان نادي الزمالك كسبان أربعة وخمسة، كسبان تلاتة أو أربعة وخمسة. طبعا ده في حد ذاته، بصوا يا جماعة، كرة القدم ما تعرفش الكلام ده، أو كرة القدم لا تعرف إلا النتائج. أنا النهاردة كسبان واحد لازم أعزز الهدف بهدف تاني، كسبان اتنين لازم أعزز الجونين بهدف تالت. ليه؟ أنا بحافظ على المباراة وبحافظ على النتيجة، وكل ما بحافظ على المباراة والنتيجة أنا بضغط المنافس اللي أمامي، وطول ما أنا بضغط على المنافس بصنع لنفسي فرص وبخلق لنفسي فرص. بالتالي النتيجة يا إما بتزيد يا إما بحافظ على المكسب، وبقدر اخد التلاتة بونت سواء في لقاءات الدوري او في بطولات الكاس، ان انا اعبر للمرحلة القادمة. فطبعا في شغل كتير بالنسبة لمدافعين نادي الزمالك، وطبعا ايضا الكلام ده كله او الشغل ده كله يستوجب يعني خطط دفاعية بشكل كبير من مستر بيسيرو. في حاجات كتيرة جدا جدا لازم مستر بيسيرو يشتغل معاهم. في برضو ثغرات كتيرة لازم برضو يتعامل مع مستر بيسيرو. ان شاء الله نتمنى ان دي تبقى نهاية الثغرات الفنية في نادي الزمالك، لان انا قلت مرارا وتكرارا ما ينفعش يا جماعة الاهداف اللي دخلت في نادي الزمالك دي النهاردة هدفين يخشوا في نادي الزمالك، ما ينفعش. وان شاء الله نتمنى ان يكون فيه يعني ترقب شديد للاخطاء الدفاعيه داخل زمالك. وان شاء الله كده نادي الزمالك هيلاعب نادي سيراميكا، لان نادي سيراميكا فاز على نادي الجونه بثلاثه اهداف مقابل هدف. هيبقى ان شاء الله اللي هو اللقاء القادم اللي هو قبل النهائي ان شاء الله، هيبقى نادي الزمالك هيلتقي بنادي سيراميكا. خليني اقول لحضرتك ان نادي سيراميكا من احسن الفرق برضو، او من الفرق الحلوه اللي بتلعب كوره في الدوري المصري. سيراميكا برضو عندهم تيم كويس، تيم على اعلى مستوى، يمكن كمان معاهم مدير فني كويس. فطبعا ان شاء الله الاخطاء اللي مر بيها نادي الزمالك في لقاء سموحه اتمنى لمستر جوزيه بيسيرو يشتغل عليها الفتره القادمه كي لا تتكرر في المباريات القادمه، سواء بقى كاس الرابطه الماتش الجاي ان شاء الله، او لقاء سيراميكا كليوباترا قبل النهائي في بطولة كأس مصر إن شاء الله تعالى. طيب، ده فيما يخص لقاء نادي الزمالك النهاردة، واتكلمنا في كل حاجة تخص اللقاء، الفنيات بتاعة اللقاء، أشدنا باللعيبة اللي هي كانت كويسة، وإن شاء الله نتمنى التوفيق في نادي الزمالك فيما هو قادم. طيب خليني بقى من عند نادي الزمالك أروح ل عقوبات رابطة الأندية النهاردة، وكمان شكوى أو بيان النادي الأهلي وشكواه في اللجنة الأولمبية. طيب واحدة واحدة كده وركز معايا عشان تفهم الدنيا ماشية ازاي. في لعبة الرابطة بتعملها ما بينها وما بين النادي الأهلي. حد ممكن يقول لي طب لعبة ايه؟ ازاي والرابطة أعلنت النهاردة عقوبات النادي الأهلي؟ هقول لحضرتك أنا. يمكن كمان الرابطة النهاردة أصدرت العقوبات، اللي هو اعتبار النادي الأهلي منسحب أمام الزمالك، وخصم 3 نقاط يعني 3 نقط بتوع الماتش راحوا لنادي الزمالك واعتبروه مهزوم 3-0، وكمان خصم 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم. طيب أمال إيه القصة؟ ممكن واحد يقول لي مثلا إيه عصام القصة وإيه المشكلة كلها؟ أقول لحضرتك أنا، رابطة الأندية بالنسبة لعقوبة الأهلي كانت صداع عندها. ليه كانت صداع؟ لاني النادي الاهلي بيضغط، واللي هو انا مش عارف هو بيضغط ليه. يعني انا مش عارف النادي الاهلي بيضغط ليه وبيضغط على ايه، وايه اصلا مشكلة النادي الاهلي، انا مش عارف بصراحة. يعني انا مش عارف كانت ايه يعني كانت ايه مشكلة النادي الاهلي. انت يعني بتقول في شكواك للاولمبية، او الشكوى اللي انت تقدمت بيها اللجنة الاولمبية، بتقول ان اتحاد الكورة او رابطة الاندية خالفوا اللوائح، وكمان ما التزموش بالقرارات بتاعه اتحاد الكرة. طيب هو واحدة واحدة معايا بقى. بالنسبة لمخالفة اللوائح، هو هل عشان رابطة الأندية أو اتحاد الكورة عين حكام مصريين يبقى كده اللوائح اتخلفت؟
طيب حضرتك كمشاهد تقدر ترجع او تقدر تخش على جوجل وتعمل شيرز، تعمل سيرج وتكتب لائحة رابطة الأندية. هل اللائحة بتاعت رابطة الأندية فيها حاجة بتقول إن مثلا لازم لقاءات الأهلي كلها تبقى بحكام أجانب، أو لازم لقاءات الزمالك كلها تبقى بحكام أجانب، أو العكس لازم لقاءات بيراميدز كلها مثلا تبقى بحكام أجانب؟ هل اللائحة فيها الكلام ده؟ لا، ما فيهاش الكلام ده. طيب، يعني الحاجة التانية، هل اللجنة الأولمبية يحق ليها إن هي تعاقب رابطة الأندية أو اتحاد الكورة؟ طبعا لا، ما يحقش للجنة الأولمبية إن هي تعاقب رابطة الأندية. طب هنا إيه الجدل ده كله؟ هقول لحضرتك الجدل ده كله لأن النادي الأهلي خد بيان أو خد قرار خاطئ غرق النادي الأهلي، وبنسبة كبيرة بيضيع النادي الأهلي. فاللي هو بقى إيه، أنا بغلوش وخلاص أي حاجة أحاول أشتكي اللجنة الأولمبية. طبعا اللجنة الأولمبية المحترم رئيس اللجنة الأولمبية المهندس ياسر إدريس، انا على ما اعتقد يعني ان اللجنه الاولمبيه مش هتفصل يعني مش هيبقى ليها دور كبير على رابطه الانديه، لان كلنا شفنا ان كمان رابطه الانديه قالت ان هي ما بتتعاملش مع وزير الشباب والرياضه. ليه؟ لان كان في اتصالات مكثفه، قلنا في حلقه امبارح اللي كان في اتصالات مكثفه من جانب اداره النادي الاهلي الوزير لانقاذ ما يمكن انقاذه. لان احنا قلنا وهنا بنكررها تاني، انت خدت قرار خاطئ تحمل عقوبته. انت عملت يعني بالبلد يعني انت عملت فيها عنتر، تحمل عقوبتك، كمل في قرارك. انا مش عارف اللوائح يعني اتخلفت في ايه، او رابطة الاندية عملت ايه، انا مش عارف. في حاجة اسمها مخالفة اللوائح. طيب، وحضرتك كمان لما قلت انا عندي مستند وهطلع على الفيفا، طب ما طلعتش على الفيفا ليه؟ ما طلعتش اشتكيت ليه؟ بصوا يا جماعة، زمن البلطجة راح خلاص. النادي الاهلي بيبلطج، او النادي الاهلي عايز يمشي كلامه حتى لو رأيه غلط. يعني هو اصلا اللي بيخالف اللوائح، النادي الاهلي هو اللي بيخالف اللوائح اصلا. فانت رايح للجنة الاولمبية، اللجنة الاولمبية هتعمل لك ايه؟ فروح للجنة الاولمبية. طيب خليني كمان اقول لحضرتك، يمكن الخبر على عهدة الاستاذ عصام شلتوت. يمكن الاستاذ عصام شلتوت اللي نشر الخبر كمان موقع القاهرة 24، وفجر خبر وقال ان اللجنة الأولمبية هتجمد عقوبات رابطة الأندية، اللي هي رابطة الأندية، العقوبات اللي رابطة الأندية أظهرتها أو أصدرتها على النادي الأهلي باعتباره منسحب أمام نادي الزمالك، وخصم 3 نقاط إضافية في آخر الموسم. طيب، أنا هنا ردين اتنين على الأستاذ عصام شلتوت. رقم واحد، ما ينفعش إن اللجنة الأولمبية أيضا تتدخل في عمل رابطة الأندية. طب حد ممكن يقول لي إن رابطة الأندية البند الثالث في إصدار العقوبة قالت إيه وننتظر قرار اللجنة الأولمبية؟ أقول لحضرتك هنا رابطة الأندية عاقبت النادي الأهلي وبتشيل الحمل من عليها ترميه على اللجنة الأولمبية. يعني ايه يعني عصام الكلام ده؟ يعني ممكن تكون في لعبة بين رابطة الأندية وبين إدارة النادي الأهلي، خلاص إن أنا هصدر العقوبة وهقول إن أنت انسحبت، وهقول كمان إن أنت هيتم خصم 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم من النادي الأهلي. روح بقى أنت اللجنة الأولمبية، اللجنة الأولمبية تجمد العقوبة، أو اللجنة الأولمبية توقف قرار رابطة الأندية. طيب هل ده في القانون ينفع ينفع اللجنة الأولمبية توقف قرار رابطة الأندية؟ طبعا ده في القانون مش صح. وطبعا يعني أنا في القانون مش خبير قانون طبعا، بس يمكن احنا بنسبة كبيرة تواصلنا مع حد مختص في هذا الرأي، وقال إن اللجنة الأولمبية مستقلة بحالها، ليس لها سلطة على رابطة الأندية أو اتحاد الكرة إلا في شأن واحد، الجمعيات العمومية بتاعت اتحاد الكرة أو رابطة الأندية. غير كده يبقى اللجنة الأولمبية ملهاش دخل في عقوبات رابطة الأندية. طب هنا مثلا الأستاذ عصام شلتوت ممكن بيقول الخبر ده، أو على موقع كبير كمان، موقع القاهرة 24، ده اللي هنشوفه وهنعرفه في الساعات القليلة القادمة. طيب بالنسبة للزمالك أيضا، الزمالك بيترقب للوقت اللي أنا بكلم حضرتك فيه
علم مسؤوله مجلس إدارة نادي الزمالك بالأمر ده، على الفور تحرك مجلس إدارة نادي الزمالك بيجمع كل الأمور اللي حصلت في لقاء القمة، وطبعا بياخد عقوبات رابطة الأندية، وبيلم يعني أو بيجمع معلومات كبيرة جدا 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 تحسبا تحسبا لتجميد اللجنة الأولمبية قرارات رابطة الأندية تجاه النادي الأهلي. الزمالك بيعمل سي في قوي، او بيعمل سي في بيلم فيه كل المعلومات، وبيلم فيه كل الاحداث اللي حصلت، اللي هي اللي هو انسحاب الاهلي وعقوبة رابطة الاندية للنادي الاهلي. الزمالك بيلم سي في عن الموضوع ده كله، وقاعد بقى مستني من بعيد ان اللجنة الاولمبية جمدت عقوباتها تجاه النادي الاهلي. على الفور هيتحرك نادي الزمالك، لان هيبقى هنا بقى دي البلطجة بجد بقى، هتبقى دي البلطجة ودي الفوضى. مفيش حاجة اسمها ان نادي خالف اللوائح وطالع بيعترض كمان على عقوبات رابطة الأندية. يعني رابطة الأندية لما أعلنت القرار كمان طالع بيعترض. طب أنت بتعترض على إيه؟ يعني أنت اللي بتخالف اللوائح وأنت اللي بتخالف القانون، أنت اللي طالع بتعترض بيقولك أنا مش معترف بعقوبات رابطة الأندية. يا جماعة دي اسمها بلطجة، دي ما اسمهاش كورة. ازاي نظهر للناس واقول انا اكبر نادي في افريقيا، واكبر نادي في افريقيا بيخالف لوائح كرة القدم؟ ازاي اقول انا النادي الاهلي الواجهة، وازاي الواجهة بتخالف كرة نادي القدم؟ القرار اللي خده مجلس ادارة نادي الاهلي ده يمكن ظهر وجه الاهلي الحقيقي، ان مفيش مبادئ مفيش قيم. طبعا مع احترامنا لجماهير النادي الاهلي، طبعا جماهير النادي الاهلي يمكن فيهم اخواتنا واصحابنا وحبايبنا، بس احنا بننتقد قرار او بننتقد قرار مجلس اداره، ما بنتكلمش على جمهور. لاني انا ما برضو عندي اهلي برضو، اخواتي مثلا لي اخ اهلاوي، قريبي اهلاوي، لي مثلا اخ زملكاوي، قريبه اهلاوي. فالامور كلها احنا كجمهور في الاول وفي الاخر كجمهور اخوه واحباب. اما مجالس الادارات لا. فالنهارده نادي الزمالك زي ما قلت لحضرتك بيجمع معلومات عن هذا الملف وجاهز من بعيد وبيترقب من بعيد، في حين ان الخبر اللي قاله الاستاذ عصام شرتوت اللي هو اللجنه الاولمبيه هتجمد عقوبات الرابطه تجاه النادي الاهلي، خلاص يبقى هنا على الله السلامه في الكوره. ولازم بقى يتحرك نادي الزمالك، ولازم يوصل ويطلع للفيفا، يقف بقى النشاط ما يقفش النشاط، لان البلطجه ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها بلطجه. فطبعا خلينا نستنى في الساعات القليله القادمه ونشوف ايه اللي هيحصل في هذا الملف. بشكر حضراتكم، اشوف حضراتكم في حلقه جديده من برنامج استوديو 100 عقبه. دمتم في امان الله ورعايته.